الاستاذ مش عارف بيقول لي ايه، بيقول لي هحبسك ماركو بيقول لي هحبسك ان شاء الله. لا يا فندم، انت المفروض تقول هحبسك انشاء الالهه، لان انت عندك الوهيم يعني الهه. النص اللي في التكوين 1:1 بيقول في البدء خلق الله السماوات والارض. ابوك انطونيوس فكري والتفسير موجود، تقدر تشوفه على موقع الانبا تكله، بيقول كده ان الله جاءت في العبري الوهيم، والوهيم تعني الهه، فانت المفروض تقول انشاء الالهه. وبعدين معلش يعني بدل ما تقول لي انا كده، روح قول لابوك اللي بيقول ان الكنيسه بناس بتروح عشان توزع المخدات جوه مزاج، عشان المزاج، المخدات عشان المزاج مش عشان النوم، افهموها. ها ماشي يا فندم؟ فاتح صدرك جامد قوي كده، اسمع ابوك بيقول ايه، اسمع. اقول لكم حاجه ولا انتوا بتسجلوا الحاجات دي ولا حاجه؟ يسأل الكلام ده بيذاع يا جماعه على الهوا ولا تبقى الدنيا في الملموم؟ على الهوا. اقفل المايك يا فندم واتكلم. بص هيقفل المايك اهو، اسمع كلام ابوك يا فندم. بتيجي الكنيسة علي صوتك اكتر. بتيجي الكنيسه ليه؟ وضح يا فندم. عشان توزع مخدرات. اوبس يا خطر ابيض، يا خطر ابيض. لا بيحصل. لا بيحصل. اسكت بقى. ها ايه رايك؟ ادي يا جماعه ردود المسيحيين. شوفوا قله الادب على التكست. مش هكرر كلام حد. شوف اقول لك على حاجه، اشتموني براحتكم، بس ده لا ينفي ان الكنايس في ناس بتروحها بتبيع لا مؤاخذه المزاج جوه. ابوك هو اللي بيقول كذب بقى الروح القدس اللي جواه، لستم انتم المتكلمون بالروح ابيكم. روح ابوك هي اللي قالت، والله مش انا. انا مالي انا